بعيدة بيبي بعيدة تماما ناحية ناتشو يستلمها. ناتشو يبحث عن المراوغة من أمام خوان فران. ناتشو ما زالت عنده الكرة وخوان فران في التغطية ثم الدفاع يتدخل عن طريق البونتوزا يخرجها بعيدة تماما في اتجاه كارلس خيل. ثم إيسكو استلمها توغل. إيسكو يلعبها بينية كرة لموراتا. بابا بابا جول. يا موراتا في الشوط الأول قلت لكم بأنه لم يكن موفقا، لكن ذلك لا يعني بأنه لن يسجل أو لن يعود. ها هو استلم راوغ وسدد بيمنى حتى في الزاوية اليسرى. جول. أنت زعلان يا رونالدو أم ماذا؟ موراتا بعيد عليك في التهديف، عنده 5 أهداف، الريال متفوق بهدف مقابل 0. موراتا يفعلها، يسدد كرة من أروع ما يكون على يسار الحارس في الزاوية البعيدة من هناك. هدف ولا أروع من موراتا. سلام. جول الريال عند الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. هو 5 أهداف ألفارو رومافو موراتا الذي يفتح اللعب الآن عندما يسجل بهذا الشكل في هذا التوقيت بالذات المبكر. زيدان كان عارف بأن المهمة صعبة، لذلك فرح بهذا الشكل حتى يقال بأنه عنده الحق. جاء كرة خطيرة لديبور على الجهة اليسرى. جول. جول. فعلها جوسلو. يا سلام. وكيف فعلها جوسلو بالدقة والروعة والبراعة. يا سلام. ديبورتيفو لا كورونيا يبعث المباراة من جديد. يا له من خطأ على مستوى دفاع الريال. في الريال لا يخطئ الدفاع بهذا الشكل. المدافع لا يمكن له أن يحتفظ بالكرة بهذا الشكل يا كازيميرو، والمهاجم أمامك ترميها شمالا ويمينا وفي العمق وفي الخلف وفي الأمام ولا تحتفظ بها بهذا الشكل. الانطلاقة والتمرير في اتجاه جوزي لويس جوسلو. بوم في الزاوية اليسرى، ضربت في العارضة الأفقية ودخلت. جول. ديبورتيفو لا كورونيا يعدل النتيجة أمام الريال في سانتياغو برنابيو، يبعث اللقاء من جديد. الريال لم يفوز وديبورتيفو لم يخسر والمباراة لم تنتهي. ما زال نشاهد الأشياء الجميلة من دون شك في هذه المباراة. 19 دقيقة لعب، هدف لهدف صارت النتيجة. ريال مدريد أمام ديبورتيفو لا كورون. ربع ساعة من الشوط الأول كان يعتقد ريال مدريد بأنه مستحوذ، بأن الديبور رجع للخلف وبأن الأمور ستكون سهلة، ولكنها لن تكون كذلك. هدف لهدف صارت النتيجة الآن مشاهدي الأفاضل بين ريال مدريد وديبورتيفو لا كورون. كارلس خيل يعود في هذه اللحظات. 19 دقيقة لعبنا. ريال مدريد مهمته لن تكون سهلة تماما هذه الأمسية. مدريد الجماهير تهتف طبعا في هذه الظروف الصعبة. ورست من هناك لدانيلو، ترجع من عند خامس رودريغيز في الوسط مع إيسكو اللي يخلي كاسيميرو المرتكب الخطأ. كازيميرو الخطأ الذي ارتكبه خطأ بدائي يعني تاع طفل صغير. والانطلاقة السريعة من جانب عناصر ديبورتيفو لا كورون في الهجمات المعاكسة. كرة خطيرة وصعبة. جول. دقيقتين ديبورتيفو لا كورون يقلب الموازين. ديبورتيفو لا كورون في سانتياغو برنابيو يقلب الخسارة إلى فوز. جوسلو يتمكن من تسجيل ثنائية تبقى في التاريخ. ديبورتيفو لا كورون الذي سبق له وأن أبكى المدريديين في نهائي كأس الملك في الذكرى المئوية، ها هو يفعلها اليوم أمام الريال وأمام أنظار رونالدو في سانتياغو برنابيو. دائما بنفس اللاعب. أين كان مخبأ هذا اللاعب جوزي لويس جوسلو الذي تمكن من التفوق على راموس والتفوق على كايلور نافاس وإضافة الهدف الثاني للريال. جول الحقها يا راموس، الحقها. جول ثاني لديبورتيفو لا كورون الذي صار متفوقا على ريال مدريد. هاي المباريات التي تبدو سهلة كيف هي صعبة بالنسبة للريال وبالنسبة للكرة على الجهة اليسرى ناحية ناتشو يلعبها في وسط الميدان مع كازيميرو من هناك على الجهة اليمنى وصلها
فاسكيز 7 دقائق بقات مشاهدي الافاضل. توغل فاسكيز جول 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 فعلها الدومينيكاني. ماريانو ينقذ الريال، ماريانو يعين الريال، ماريانو يسجل اهداف، اول اهدافه مع الريال في الدوري وفي سانتياغو برنابيو. يا سلام، الكرة بالراس امام دفاع يتفرج، يتمكن ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز يوزع ماريانو دراس بالراس، خلى الحارس يتفرج تيتون. يا سلام عليك يا ماريانو يا دياز من امام العملاق لتشيلسي دلي. هدفان لمثلهما الريال يعود من بعيد. غريب وعجيب، الريال كان متفوق، ديبورتيفو صار متفوق في رمشة عين في ظرف دقيقتين، والريال عاد بقيادة ماريانو دياز في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. هل سيتمكن الريال من إضافة هدف ثالث ويتفوق في اللقاء بشق الأنفس في غياب البي بي سي وفي غياب خماسي من ذهب توني كروز. جول فعلها المنقذ راموس، سجل الجول الثالث في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. هذا هو الريال وإلا فلا، هذا هو راموس وإلا فلا. ها هم اللاعبين الكبار الذين ينقذون فرقهم في اللحظات الحرجة. جاء راموس من بعيد، سدد بالراس وسجل الجول الثالث للريال. يعود من بعيد في سيناريو عجيب وغريب، ريال مدريد يضرب بالثلاثة اليوم، راموس يسجل هدف في منتهى الروعة. سيشهد التاريخ في نهاية الموسم بأن هذا الهدف هو الهدف الذي سجله أمام البارسا، هما اللذان سيمنحان اللقب لريال مدريد إذا توج باللقب، لأن راموس أنقص للبارسا نقطتان ومنح للريال نقطة، واليوم أضاف نقطتان لريال مدريد بالراس. عناصر ديبورتيفو لا كورون عارفة بأن هذا الطائر المجنون يقدر يتفوق في الكرات العالية، ولكنها لم تراقبه ففعلها. زيزو يفرح، زيزو يحطم الرقم القياسي ويفوز.